فوق يا صاحبي عشان ما ترجعش تندم وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، وتقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اسمع القصة الصغيرة ديت يمكن تكون ليك عبرة وعظة، يمكن تفوق من اللي انت فيه. قالوا له صحابك مين؟ صحابك اللي كانوا بيروح معاك أماكن مش كويسة؟ صحابك اللي كانوا بيغضبوا ربنا؟ صحابك اللي كانوا كل الحاجات اللي مش كويسة بيعملوها؟ رد عليهم وقال لهم صحابي دول، هو انا اعرف غيرهم؟ انا ما اعرفش غيرهم، هم دول اللي انا قلت هم هيبقوا معايا هنا في النار وفي جهنم. قالوا له اسكت، هو انت ما تعرفش دول صحابك الوحشين اللي كانوا بيغضبوا ربنا، اللي ما كانوش كويسين، تابوا بعد وفاتك واتعظوا من وفاتك، وربنا بدل لهم كل سيئاتهم لحسنات وجازاهم كمان وادخلهم الجنة حق توبتهم، وانت بس الوحيد اللي دخلت النار. لو عقلت وفهمت هتعرف انك ما ينفعش تبقى كوبري الناس تعدي عليه، هتعرف انك لازم تقوم وتبني انت طريق الجنة ده بنفسك، تبني انت الكوبري اللي هتعدي عليه وتعبر بيه وتخش بيه الجنة، ما تبقاش ملاذ في النار وناس تانية تتوب وتتعظ بعديك وتدخل الجنة وانت جاهل وما تعرفش حاجة. آسف لو كنت شديد معاكوا في الكلام، ولو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني.